بالرغم من ان احنا ناس الزمالك النهارده يعني انتوا دعمتوا بيه صلاح سليمان وهاني سعيد وكريم الحسن مجموعه من اللعيبه. شفناش طبعا لسه كريم الحسن، شفنا صلاح وشفنا اعتقد هاني سعيد قبل الاصابه، ولكن كريم لسه ما شفناهوش. عايز اعرض يعني اقول لك المشكله في نادي الزمالك في خط الظهر لسه لغايه دلوقتي انا شايف انها من خلال المباراه اتلعبت في مشكله في الحته دي. هتعالجوها ازاي؟ بنعالجها بالتدريبات التخصصيه دايما يعني الهدف يمكن ده هدف احمد جعفر في مباراه الجيش. احنا متمرن يعني الدفاع متدرب عليه تدريب تخصصي من على الجناب، واشوف الكوره واشوف ده اللي دخل في الزمالك ولا اللي دخل فينا في الزمالك في مباراه الجيش. الكوره جايه عرضيه يبقى لازم اشوف الكوره. يعني الحاجات اللي احنا بتقولها في بنقولها وكابتن حسن بيقولها دايما في التدريبات. انما برضه يا كابتن طارق الطريقه، يعني الطريقه اللي احنا بنلعب بيها طريقه هجوميه بما فيهم فتح الله بيزيد، في صلاح سليمان في بعض الاوقات بيزيد، فشيء طبيعي ان يحصل اخطاء في الجزء ده نتيجه الافراط بعض الشيء في الشق الهجومي اللي احنا بنأديه، مش عيوب في اللعيبه يعني. لا كلام مظبوط، لعيب مميز جدا. صلاح سليمان عامل اداء اكثر من رائع وسط الملعب، انما معرض ان يبقى فيه حاجات زي كده. يعني كونتر اتاك، نادر سعد مسك الكوره بعد هجمه لينا مميزه شاطها لونج باص، صلاح عايز يشيلها بدماغه، طب ما رجلي اسهل. بالظبط، يعني كانت رجلي اسهل، فطبعا هو سوء حظ، سوء تصرف من لاعب معين. طب خليني ارجع للمباراه وما حدث فيها طبعا، وبصراحتك المعوده يا كابتن. يمكن انا شفت كابتن حسن شحاته اول مره اشوفه بيتنفس قوي كده قوي، فاهمني، وكثير الكلام الحقيقه، وكان راجل مشدود بشكل كبير وله حق، لانه كانت النتيجه 1-1 ثم فجاه حصل قبل 1-1 يا طارق. هو كابتن حسن اللي يعني طبعا اللي خلاه يتشد الشده ما بين عمرو. لا مش هو محذر ان خلي بالكم لازم نجيب جون تاني وتالت عشان الامر بالزبط. بالنسبه لنا يبقى هادي، ولازم. فلما دخل الهدف اللي حذر منه حصل، والشده النرفزه العاديه اللي حصلت اللي موجوده قدامنا دلوقتي ما بين شيكابالا لا ما فيش حاجه، ده كلام. يعني ايه اللي حصل؟ يعني برضو هل في مشاده بين عمرو، وشفنا احنا انتوا بتوجهوا عمرو؟ لا على كوره، لا انا يعني لو معانا التصوير على كوره كان لازم يبصها له، كان لازم يبصها له، فقال له طيب مش عارف ايه. وبعديها على طول يعني بعد ما كابتن حسن اتكلم معاهم وحصل يعني ايه سوء فهم، لان عمرو انت عارف عايز يخرج. لا مش عايز يخرج، كان بيتكلم بس في ناس قالت ان عمرو زكي طلب التغيير. لا خالص. كابتن حسن قال له لا انا اللي بقول وانا وانت تلعب. ما حصلش الكلام ده تأليف. حصلش. لا تأليف. برضه دي نقطه مهمه جدا يا كابتن اسماعيل. يعني لا ده عمرو بيقول له والله يا كابتن انا ما قلتش حاجه. فقال له لا خليك في الملعب وركز وكده. بعديها على طول شيكابالا عمل ثرو انفراد لعمرو زكي بالظبط. يعني الموضوع انتهى عند ال3 ثواني ولا 4 ثواني دول، والامور عاديه جدا. يعني انت عارف الناس بتعمل من الحبه قبه زي ما بيقولوا، وقيل ان عمرو زكي فعلا طلب التغيير وشيكابالا برغم ان شيكابالا انا شفته في اللقطه اللي فاتت، يعني حتى وانت جاي رايح له مشي ورجع لك تاني باسك وقال مبروك، وقال لعمرو زكي جنبه مبروك ومشي. الامور يعني عاديه يعني احنا انت عارف يا كابتن طارق ممكن يحصل فيه ما تبص يا طارق لا طب استنى شويه، يعني في حاجات داخل الملعب شيء طبيعي مع يعني الكاميرا ممكن تفسر بحاجات تانية، انما الامور انتهت ومفيش ادنى مشكله. طيب. بالنسبه لنا في الجزئيه دي. رزاق، يعني رزاق ناس كتير جدا اتكلمت عنه بشكل كويس جدا قبل ما يجي، ويمكن زميل محي ورده مديني سي في او تاريخ رزاق الحقيقه من اول ما لعب مع نادي سان شاينز ستارز في منطقه نادي اسكا، ثم بعد كده الحقيقه لعب في السويد، ثم يعني ما شاء الله يعني عنده سيره ذاتيه كويسه كابتن اسماعيل، والولد لعيب كويس وشكله يعني انا شايف ان بدايته امبارح بدايه موفقه جدا. هو سافر ولا موجود لسه؟ لا هو سافر. قيل انه سافر امبارح. سافر لان عنده مشاكل. زوجته بتعمل عمليه مهمه جدا. يعني سفر طبيعي مش لا الكلام اللي بيتقال لا استاذن الكابتن حسن بعد المباراه. طبعا انت
تعرف كابتن حسن راجل محترم جدا، وخاصه في 5 ايام يعني. لا هو هيجي ان شاء الله يوم الاثنين الصبح، يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله، لان طبعا ما ينفعش يلعب وهو متاثر نفسيا بالظبط بموضوع زوجته يعني. تاخير اشتراكه يا كابتن اسماعيل، يعني رزاق من اللعيبه المميزين، يعني انتوا برضو شفناه في مباراه الشمس اعتقد جاب جونين ولفت الانظار بشده، كل يتوقع ان رزاق هيبقى موجود في الكاس، مباراه الكاس بشكل اساسي، ثم فوجئنا باستبعاده في مشاكل ماديه بتاعته وبتاع والكلام ده كله. عايزين برضو نحط الساده المشاهدين ومشاهدي قناه الحياه وملاعب اليوم في صوره توضيحيه للي بيحصل لرزاق. هو في البدايه يا كابتن طارق، هو رزاق جه قبل اسبوع من نهائي الكاس، او قبل 6 ايام بالظبط من نهائي الكاس، لعب مباراه الشمس ودخل معانا كبديل في مباراه انبي الاخيره. ويمكن احنا وانت طلعت قلت فسرت عدم اشتراكه تفسير منطقي. لا كل الناس يعني. بالظبط طبعا يعني تفسير منطقي جدا. الجزء الثاني بعد التزم في التدريبات، لان حصلت موضوع المستحقات الماليه، تغيب عن التمرين حوالي 4 ايام. بعد ما اتحلت الامور رجع يتمرن تاني، اتعاقب من الجهاز الفني ان هو استبعد المباراه اللي فاتت، لان مش معنى ان انا اقعد 4 ايام ان انا اجي العب، ما ينفعش الكلام ده. فكابتن حسن طبعا اتعاقب ان هو خرج بره ال 18 المباراه السابقه لغايه لما التزم في التدريبات وظهر بمستوى متميز جدا الفتره اللي فاتت، ولقيناه في ماتش امبارح. واعتقد ان هو بدايته بالنسبه لنا كجهاز فني راضيين على مستوى بدايه موفقه جدا، ان شاء الله هيبقى ليه دور كبير في الفتره اللي جايه لما يخش فورمه المباريات. اسماعيل في دقيقه امنياتك مع نادي الزمالك هذا الموسم؟ ان شاء الله ربنا يوفقنا وناخد بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله، مع وجود الجمهور ورانا ومجلس ادارتنا، ان شاء الله نأدي مستوى اداء في راقي بالنسبه لنادي الزمالك ان شاء الله.